احنا عشان نبقى على نور كده مش هنعرف حد من العيلة عندنا، عشان ولاده لو عرفوا يا حبايبي أكيد نفسيتهم هتتأثر. ازاي يعني؟ هما هيتجوزوا في السر يا حاجة ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، ولا سر ولا حاجة، بس هي دي ظروفنا. لكن انتم ممكن تقولوا لكل عيلتكم عادي، لكن لوضع مؤقت بس. ولاده هما اللي مش هيبقوا عارفين، لأنهم مش هيقدروا يفهموا إن أبوهم محتاج لزوجة. وده بقى كان شرط حماتي، كان شرطها عشان الجوازة تكمل. غلطتي إني وافقتها. صدقت إنه ممكن يكون وضع مؤقت فعلا زي ما بتقول، لكن للأسف زادوا فيها قوي، زادوا على الآخر. وعشان تعرفوا اللي حصل معايا وسبب موافقتي أنا وماما على شرطهم الغريب ده، يبقى لازم تتابعوا الحكاية من أولها ومن البداية. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا وفاء منفصلة، وكان سبب الانفصال إني للأسف ما أقدرش أخلف، وحاليا عايشة مع ماما. وبعد 2.5 سنين من طلاقي اتقدم لي محمود لما جالي كده مع مامته. وقتها فرحت قوي، وماما كمان. ماما فرحت أكتر مني، لأن طول الفترة اللي فاتت دي للأسف محدش كان بيتقدم لي خالص، وده كان مضايق ماما قوي. وطول الوقت يا حبيبتي شايلة الهم، لحد ما جه محمود وحصل اللي هتشوفوه ده. هي أهلا وسهلا، أهلا يا حاجة، نورتينا يا حبيبتي. ده نورك انت يا موافاء. بصي بقى يا ستي، احنا جايين النهاردة أنا ومحمود عشان نطلب إيد وفاء لابني محمود. ده احنا نتشرف بيكم، بس عشان تكون كل حاجة يعني على نور، أنا بنتي وفاء ملهاش نصيب في الخلفة. أنا عارف كل ظروف وفاء يا طنط، وموافق طبعا، وكفاية تربيتها وأصلها الطيب. وأنا الحمد لله عندي بنت وولد من جوازتي الأولانية، ومش بفكر أبدا في الخلفة تاني. ربنا يخليهم لك يا ابني وتفرح بيهم، وعايزاك تعتبرهم إن هم عيالنا احنا كمان. تعالي يا وفاء، قدمي المحمود ولطنط العصير. كويس إن ماما ندهت لك يا حبيبتي، عشان عاوزة أقولك على حاجة تكون اتفاق ما بيننا كده، يعني لو ربنا أراد وحصل نصيب. خير يا طنط، اتفضلي. بصي بقى، عشان نبقى على نور، احنا مش هنعرف حد من العيلة بجوازك من محمود، عشان ولاده لو عرفوا أكيد نفسيتهم هتتأثر قوي يا حبايبي. ازاي يعني؟ أنا مش فاهمة، هما هيتجوزوا في السر يا حاجة ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، سر ايه؟ لكن هي دي ظروفنا. لكن انتم طبعا تقولوا كل عيلتكم عادي، بس احنا اللي مش هنقدر نعرف حد من الولاد، حتى لو كوضع مؤقت، لحد ما الولاد بس يقدروا يفهموا ان ابوهم محتاج زوجة. ايوه يا طنط، بس ازاي يعني؟ ازاي هيخبي؟ هو احنا مش هنكون عايشين مع بعض ولا ايه؟ لا يا وفاء، ما تقلقيش، انا بس بشوفهم يا دوبك 2-3 في الشهر. ماشي يا ابني، ربنا يهديهم لك، بس احنا هنعرف قرايبنا عادي، وهنراعي ظروفك طالما امر مؤقت. وافقنا على اساس كلامهم لينا انه امر مؤقت. ولقيت محمود قبل الجواز طلب يقابلني عشان يقول لي الكلام ده. وفاء، انا كنت عاوز اطلب منك طلب، واتمنى ما يضايقكيش. خير يا محمود، قول، في ايه؟ بصراحة انا مش هقدر اسيب ماما لوحدها في شقتها، اصلها بتكون قلقانة قوي، ما بتكونش مطمنة انها تقعد لوحدها. طب انا مش فاهمة، امال هنعمل ايه يا محمود؟ ما انت حطيت لها باب حديد على شقتها وكاميرات، وكمان في حارس للعمارة، واحنا مش هنكون بعيد عنها ولا حاجة يعني انا قلت كده نروح نقعد معاها وناخد بحسها، واليوم اللي ولادي هيجوا فيه تروح انت على شقتنا عادي، وانا هبات مع امي. انا مش عارفة اقولك ايه يا محمود. ماشي، وهي فترة وتعدي لحد ما كله يعرف بجوازنا ويكون علنا قصاد ولادك وكل الدنيا. واتجوزنا، وبدأت كل حاجة تختلف وتبان على حقيقتها. ومعاملة حماتي ليا كانت غريبة جدا،
غريبة زي ما هتشوفوا كده. أما أنا بقى يا طنط ناوي أعمل لك النهاردة حتة أكلة، إنما إيه تجنن، تبقي تدوقي بقى وتقولي لي رأيك. لا لا لا، اطلعي لي انت بس كده من المطبخ، أنا عارفة أكل ابني إيه، أصلنا بناكل زي بعض بالظبط، وانت بصراحة أكلك مالح شوية، وابني هيبقى راجع من شغله عاوز ياكل أكلة تعجبه بنفس كده. ليه بس يا طنط؟ ده أنا والله بخلي بالي جدا من الملح وأنا بحطه. ارتاحي انت بس، ارتاحي وأنا هعمل كل حاجة زي ما انت ما بتحبي. لا يا ماما، أنا مش بتاعة راحة يا حبيبتي، أنا بحب أعمل كل حاجتي وحاجة ابني حبيبي بنفسي. روحي روحي انت ارتاحي. كنت أخدها من قصرها وأسمع كلامها وأطلع أقعد بره، بعد ما أحس إني غريبة، مش حاسة إني متجوزة، ولا حتى من حقي أعمل أكلة حلوة لجوزي واستناه يقول لي تسلم إيديكي، وهي أبدا مش عطاني أي فرصة إني أثبت وجودي خالص. ومش بس كده، دي كانت بتخليني أطلع من هنا وتكلم ولاد محمود في التليفون أسمعها بنفسي، وهي بتقول لهم: إيه يا حبايب قلب تيتا، عاملين إيه؟ وحشتوني قوي يا مريم، قوليلي أمال أخوكي فين؟ هو أنتي كمان يا تيتا وحشتيني جدا، أخويا نايم. طيب يا حبيبتي صحيه وهاتيه وتعالوا، ده أنا عاملة لكم أكل حلو قوي، وهعمل لكم كمان جيلي وكريم كراميل، هعمل كل حاجة بتحبوها، ما تتأخروش عليا بقى يا حبيبتي. ولما تطلع عادي بكل بجاحة تقولي: بقولك ايه يا وفاء، البسي يا حبيبتي وانزلي بقى انتي روحي بيتك، او حتى روحي عند مامتك عشان ولاد محمود جايين وهيباتوا معاه النهارده. جايين النهارده؟ ازاي يا طنط؟ مش ده اليوم بتاعهم اللي احنا متفقين عليه؟ اما انتي بصراحة غريبة جدا. ايه يا بنتي، ابوهم وحشهم وجايين يشوفوه، اقول لهم لا ما تجوش؟ يلا بقى يلا انزلي بسرعة قبل ما يجوا يشوفوكي، وابقي ناوليني كيس جيلي عشان الحق اعمله لهم. يعني هما اللي كلموكي وعايزين يجوا النهارده يا طنط؟ ها لا، انا كلمتهم، كنت بسأل عليهم عادي، وهم قالوا عاوزين يجوا يشوفوا ابوهم ويباتوا معاه. بس ده ما كانش اتفقنا من الاول يا طنط، المفروض انهم يشوفوا ابوهم مرتين 3 في الشهر، مش يبقوا الاسبوع كله كده هنا وانا افضل قاعده في مكان وجوزي في مكان بعيده عنه الاسبوع كله. لا دي مش عيشه. ولا هي غلطتي يعني اني قبلت بوضع غلط على اساس انه مؤقت؟ يعني ايه اقول لهم ما يجوش يشوفوا ابوهم؟ بقولك ايه، يلا انت بس دلوقتي من هنا قبل ما يوصلوا، نبقى نتكلم بعدين. ومشيتني، او بمعنى اصح طردتني بالمنظر اللي شفتوه ده. ونفس الموقف اتكرر كتير. وايه كمان، قبل ما ارجع تاني يوم لازم اكلمها الاول، احسن يكون حد عندها، ولو كان حد موجود عندها تعمل اللي هقول لكم عليه ده. عامله ايه يا طنط؟ عاوزه حاجه اجيبها لك وانا راجعه؟ لا 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 ما تجيش، اوعي تيجي، اصلا انا اختي لسه جايه، وانت عارفه بقى انا مش معرفاها ان محمود اتجوز. اللي بيحصل ده انا ايه ذنبي فيه يا طنط؟ هو انا كنت جايه من الشارع؟ امال انتم ناويين تعرفوهم امتى يعني؟ بقولك ايه، ما توجعيش دماغي، روحي منك لجوزك، اتصرفوا مع بعض. سلام بقى سلام، عشان ما تحسش بحاجه. وبعد تكرار الموقف ده كتير خلاص كنت جبت اخري، تعبت قوي، وحسيت ان اكتر حاجه عملتها هي موافقتي من البدايه على الوضع المهين ده. ورجعت على ماما وحكت لها اللي حصل، وكلمت محمود وقالت له اللي هتسمعوه ده. ازيك يا طنط، عامله ايه؟ خير، هي وفاء كويسه؟ اصل انا بكلمها تليفونها مقفول. والله يا محمود وفاء عمرها ما هتبقى كويسه ابدا بالوضع اللي انتم فيه ده، احنا وافقنا من الاول، وافقنا انكم تداروا جوازكم، لكن الوضع مؤقت مراعاة لظروف اولادك، مش المنظر اللي احنا فيه ده. انا عارف والله يا طنط، وجميلكم ده على راسي من فوق، وعارف ان وفاء زعلانه، بس انا هعوضها. لا اسمع بقى انت يا محمود، وفاء هتفضل عندي موجوده هنا لحد ما تحل مشاكلك وتصلح الوضع الغلط ده. يا كده يا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. واللي عرفته بعد كده انه كان قاعد مع مدحت صاحبه
لما ماما كلمته. وبعد ما قفل طبعا كان متضايق قوي، وشه باين عليه، حكى لصاحبه على كل حاجة. وصاحبه قال له: أنا قلت من الأول يا محمود، قلت إن الوضع ده ما ينفعش، والناس كتر خيرهم قبلوه مؤقتا. ما أمي برضو فاجئتني قدامهم بالكلام، وما حبيتش أزعلها، دي أمي برضو. بس أنا ما خبيش عليك، أنا تعبت ومش عارف أعمل إيه. مامتك مش خايفة على مشاعر ولادك ولا حاجة يا محمود، هي خايفة إنك أنت تبعد عنها. مامتك للأسف بحبها ليك وغيرتها الزيادة عليك هتبوظ لك كل حاجة، هتنهي جوازتك التانية زي ما عملت مع مراتك الأولى، وهي اللي نهت جوازتكم بتصرفاتها دي. طيب أعمل إيه يا مدحت؟ أنت عارف بابا ساب ماما لوحدها وسافر 25 سنة، ما نزلش فيهم أجازات، ملهاش غيري، ويصعب عليا قوي إني أزعلها. أنا ما بين إني أحافظ على بيتي وبين إني أحافظ على بر أمي، وده مش سهل أبدا عليا، مش عارف أعمل إيه. يا محمود أنت لازم تستقر في حياتك عشان ترتاح، وبرك بأمك ملهوش أي علاقة بإنك تطوعها في الغلط وتظلم مراتك. الصح بقى إنك تاخد ولادك بره بعيد عن مامتك وتفتحهم في موضوع جوازك. لا لا لا، أنا خايف أوي أخسرهم، ما أقدرش إنهم يزعلوا مني. ولادك عاقلين وبيحبوك، أنت هتعرف تقنعهم. ومامتك بقى لازم تفهم إنك ليك بيتك ومراتك، هي طبعا مامتك قبل كل حاجة، تزورها وتودها وتشوف كل طلباتها، بس مش على حساب بنات الناس أبدا يا محمود. والحقيقة إن كلام مدحت شجع محمود جدا وخلاه ياخد موقف مع مامته بعد ما أقنع ولاده وعرفهم عليا. وحاليا بقيت مستقرة مع محمود في بيتنا، وأولاده بيجوا يقضوا معانا يومين في الأسبوع، وبرضه بنتجمع مع مامته. وحاولت أقرب منها لحد ما خليتها اتأكدت إني مش جاي أخد منها محمود. عشان كده كل بنت مهما كانت ظروفها بلاش تقلل من نفسها، بلاش تقبل بأي وضع مهين ليها، وتأكدوا إنكم طول ما أنتم ماشيين صح وعلى الأصول عمركم ما هتخسروا. وكل حما لازم تفصل ما بين حب ابنها ليها وحبه لمراته. بلاش تبني سعادتك وحبك للتسلط على تعاسة بنت كل ذنبها في الدنيا إنها وافقت تكون زوجة لابنك.